فيديو النهارده اقول لك على اقوى تشكيله تقدر تلعب بيها خطه قويه جدا يا شباب. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا على فيديو النهارده. في الاول كده يا شباب عاوز اقول لك ان الخطه بتاعتنا النهارده بتمشي في جميع الاستايلات، اي ستايل هتقدر تلعب بيه بالتشكيله اللي اقول لك عليها النهارده. فيلا بينا نشوف التشكيله. يلا بينا، بس لازم تعرف كم نصيحه اقولها لك في الفيديو، وكمان اهم حاجه تعليمات المدرب. التعليمات الفرديه دي مهمه جدا قوي للخطه دي. فتعالوا ندخل بقى على الخطه. الاول هتضغط على المدرب وهتختار الخطط، وهتختار خطه 4-4-2. تمام. هتجيب بقى اي ستايل مدرب انت عاوزه، اي مدرب عندك انت محتاج تلعب بيه فالخطه دي هتمشي. هنجرب احنا مع الخطه دي الكويك كونتر، فخد بالك هي بتمشي مع كله. تمام. تاني حاجه نيجي لتوزيعة اللعيبه على ارض الملعب، وبعد كده هقول لك على مواصفات اللعيبه اللي هتختارها على ارض الملعب. خد بالك من كلمه مواصفات اللعيبه دي كويس. تمام. طيب اول حاجه هنختار اللعيبه اللي على ارض الملعب، هنوزعهم. هنجيب واحد هنا، وهنجيب ده هنا، وهنجيب ده هنا، وده هنا، وده هتسحبه كده شويه بنفس التمركز للعيبه كده بالظبط. تمام. ده هيكون ال دبليو اف، وده هيكون ال ام اف. تمام. وبالمنظر ده كده بالظبط يا شباب. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب واحد هنا يكون بيعرف يرفع، يكون مع ايدج كروسنج. لو انت معاك، ما معكش تجيب واحد بيعرف يرفع. تمام. هتجيب واحد هنا برضو يكون مهاري وبيعرف يرفع، يعني ممكن تمشيها نيمار. شوف انت مين عندك الناحية دي سريع وبيعرف يرفع. تمام. هنا بقى في الحتة دي هتجيب لاعب يكون هيدر، يعني 80% هيدر وسرعة وخفيف، يعني رومانيجي يمشي معاه المواصفات. شوف انت عندك مين. لو عندك مثلا شفشنكو ماشي، لو عندك باتستوتا ماشي، فانت شوف مين يمشي معاك هنا. هنا بقى تجيب واحد يا بلوت هيدر، يا تجيب واحد يكون يعني هيدر قوي زي كريستيانو، اي نسخة لكريستيانو، او كريستيانو بلوت هيدر كولر، او تجيب دروجبا النسخة المجانية. تمام. هنا يكون عنده، يكون يلعب بستايل اللي هو خبير في صنع لعب، ويكون عنده التمرير كويس جدا. هنا انكر مان. هنا تجيب ده لازم يكون حر وبيتقدم، يعني تشوف حد يكون يهاجم، يعني تشوف حد هنا يكون باك هجومي. ده باك هجومي. تمام. بس كده هي عاوزه التوزيع كده. هنيجي بقى التعليمات الفرديه للعيبه. هتضغط هنا وتختار تثبت المهاجمين، تثبت الاثنين المهاجمين. تمام. المهاجم التاني. بعد كده هتيجي هنا التعليمات دي هتدي اتاك لل ام اف اللي قاعد ورا ده، هتخليه اتاك عشان يطلع يهاجم، وتخليه انكرنج اللي هو ارتكاز، يعني تديله اتنين تعليمات للجناح، هتخليه انكرنج واتاك. تمام. وهتثبت الاتنين الهجوم في الهجمه العكسيه. تمام. هتلعب بالاتنين هنا بيلد اب. هتلعب هنا ده يكون اللي هو مدافع، اسلوب لعب دفاعي زي ترام، ديفنسيف فول باك، المنظر ده. تمام. طيب طريقه لعبك بقى، ده هتلاقيه بيتقدم، ده هتلاقيه بيتقدم واقف في الهجوم ده، وده كمان هيكون بيتقدم واقف في الهجوم، يعني الثلاثه دول هيكونوا جبهه. ده كمان هتلاقيه بيتقدم هنا، ده اللي بيعملهم اسيست. هتقدر ترفع، هتقدر تعمل 1 2، هتقدر تعمل كل شوط، تقدر تنضم من هنا او تضم بده او تضم بده. فانت هتقدر تعمل بيها كل حاجه لو نفذت التعليمات للخطه دي ولعبت بيها بالظبط بكده. جربها هتدعي لي. بس كده، وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. وجرب الخطه، ومنتظرك في فيديو جديد.